تدرون اليوم اهم حدث واهم يوم صار قبل يوم الغدير وهم يخص الامام علي، وهذا اكثر يوم مظلوم رغم اهميته، وعمرك خساره اذا ما تعرف شنو السالفه، وهو يوم المباهله. المباهله بين الرسول ونصارى نجران. نجران منطقه كلش مهمه سياسيا واقتصاديا وجغرافيا، وهي عباره عن اقليم تابع لليمن، ومشتهرين بصناعه الحرير والدروع والسيوف، وتجاريه، وسكانها اغلبهم نصارى، هم تابعين للدوله البيزنطيه. دزلهم الرسول رساله وقال لهم عمي ادخلوا الاسلام واسلموا. صارت السالفه صدق، دخلوا وانذار وقعدوا واجتمعوا بيناتهم. ذولا كانوا قبل المسيحيه يعبدون الشجره، والقوه اجوا للمسيحيه وتعال غيرهم للاسلام، صعبه شويه. قالوا نروح تصاحب الرساله ونشوف شنو السالفه. طلعوا بوفد عباره عن شخصيات كلش مهمه، شلون يعني وزراء وقاده وبرلمانيين، وهو 14 واحد من الاساقفه و70 واحد من الاشراف. وصلوا لابواب المدينه، قعدوا بمكان سبحه وتنظفوا ولبسوا احسن الملابس. الناس ظل صافنه عليهم، شنو ذولا؟ هم سكتوا وقبل دخلوا المسجد الرسول، ظلوا يدقون الناقوس بمسجد النبي. النبي قال عوفوهم على راحتهم، وظلوا على هاي الحاله لمده 3 ايام. وورا 3 ايام راحوا للرسول، لقوا الدنيا مقلوبه والناس كلها منتظره تشوف شنو السالفه. قالوا له احنا عندنا بالانجيل النبي اللي يجي ورا عيسى يكون يؤمن بالنبي عيسى، بس انت تكذبه وتقول هو عبد. قالهم النبي لا مو هيك السالفه، اخذوها مني. قالهم عمي اصدق بي وامن بي واشهد بي نبي، بس هو عبيد لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. لا شلون هو مو ابن الله غير ولد بدون اب؟ نزلت الايه بسم الله الرحمن الرحيم، ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب. حل القضية. قالوا لا ما اقتنعنا بهاي الإجابة. نزلت آية ثانية وهي أهم آية ومثل هذا اليوم، وهي رباط سالفتنا. بسم الله الرحمن الرحيم، قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل. قالوا هاي هي راح نباهلك. اتفقوا على الزمان والمكان. قبل المباهلة اجتمعوا بيناتهم، قالوا إذا إجانا محمد بأشراف قومه راح نباهله لأن هذا ملك وشغلته سهلة، بس إذا إجانا بأهل بيته هنا الطلابة، ما راح نباهله ونطفر. يعرفون السالفة مو لعبة. قول إجا يوم المباهل، اجاهم الرسول شايل الحسن والحسين وخلف الزهراء وعلي عليهم السلام جميعا، ما حد وياهم بس هم هذوله. النصارى بس شافوهم قبل بدلوا، قالوا ها احنا بطلنا ما نباهلك، احنا راح نتعاهد وياك وش تريد احنا بخدمتك. قالوا له ها احنا ما نقدر نعوف دينا تعذرنا. ذولا كلهم شخصيات مهمه، اذا باهلوا الرسول راح يرجعون شخصيات عاديه، تروح من عندهم الحصانه. شنو بهاي السالفه؟ وانتصر عليهم الرسول الاكرم صلى الله عليه واله وسلم بمثل هذا اليوم، واثبت مو بس للاسلام لا حتى النصارى اهميه علي واهل بيته، وبآية قرآنية من الله عز وجل. المهم نصارى نجران طقهم الرسول بشروط وسواهم جزء من دولته، وامرهم بدفع الضريبه للدوله، وراح ترجع لهم كرعايه وحمايه وهاي الامور. بعد هو افضل رجل دوله بالعالم وصاحب افضل قانون. واتمنى استفادتوا من هذا الفيديو ولو معلومه بسيطه، اذا شاركها ويا غيرك وخليه همنا يستفاد. هذا اليوم ترى كلش مهم بس احنا ظالمينه. واشوفكم فيديوهات اخرى ومع السلامه.